ازيكم؟ اللي بيعمل فتة زينا نقول له يا عمنا. دي مقدمة اللي انا داخله اقول لكم بيها ان انا الحمد لله بعمل احلى فتة، ويعتبر من الاكلات اللي ممكن ما اكلهاش من ايد حد بجد. يلا بينا عشان اقول لكم التريكات اللي بتخلي الفتة دي لو عملتيها بايدك مش هتاكليها من ايد حد تاني. اول حاجة باجي في حلة اللي هنسلق فيها اللحمة، اي قطعة لحمة انت بتحبيها. انا عاملة بقطعة سن، نار متوسطة وحتة زبدة. اول ما ساحت تكون النار متوسطة وتبقى سخنت شوية، تمام، عشان اللحمة ما تنزلش معايا مية. هندي صدمة للحمة بتاعتي، وهنزل مع عليها بحبهان لورا فلفل اسود. تمام. تشويحة بقى ايدي فيها لحد ما تاخد صدمة كده وتبتدي تاخد لون ذهبي. بعد كده هننزل معايا ببصلاية متقطعة مكعبات، ندي تشويحة تانية. كل ده برضو زي ما انا على نار متوسطة. واخر تركية هنزل بيها الطماطم، ولو عندك جزر حطي لو حابة، ممكن تحطي مكعبات جزر صغيرة هتدي طعم حلو للشوربة. تمام. بعد ما ادي تشويحة للحمة وتبتدي تاخد معايا اللون الذهبي ده، بنزل بمية مغلية تغطي اللحمة واعلى منها بشوية. اول ما تبتدي تغلي بوطي النار واغطيها واسيبها لحد ما تستوي. يلا بينا نعمل الرز. باجي في حلة فيها معلقة زبدة على شوية زيت او معلقة سمنة كبيرة براحتكم، وهنزل بماء بفلفل اسود وحبهان ولورا. هدي تشويحة بسيطة للبهارات بتاعتي، وهنزل بالرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس. هنزل بيه تشويح تشويح لحد ما يتغلب بالمادة الدهنية. وهبتدي انزل بالشوربة بعد ما اللحمة استوت معايا. تمام. لازم اراعي الملح، انا مش هضيف ملح غير لما احط الشوربه واشوف محتاج حياء قد ايه، وهبتدي اضيف معايا الملح بتاعي. والشوربه تغطي الرز بتاعي وتكون فوقيه حاجه بسيطه، ودقيقتين والنار تكون متوسطه. اول ما الاقي الشوربه بتاعتي اتشربت، الرز بتاعي اتشرب، بوطي النار واسيبه يستوي براحته. باجي بقى هنا انا عامله راس ونص توم. تمام. هبتدي ادقهم ناعم خالص بالشكل ده، وهنزل بيهم في حته زبده حلوه. وهبتدي تشويح تشويح. هتقولي لي راس ونص كتير، هقول لكم هنعمل ايه. هاخد اللون الذهبي ده وهبتدي انزل بالخل بتاعي. وانا بحب ازود الخل لان هو انا بحس روح الفته الخل، فبضيف الخل. واول ما يبتدي يغلي معايا مع الثوم، بنزل بنص معلقه صغيره فلفل اسود ونص معلقه صغيره ملح. وهقول لكم ليه حطيت التوابل دلوقتي. بعد ما حطيت التوابل وقلبت كويس، باخد حوالي معلقه كبيره من الثوم بتاعي اللي بالخل وهركنهم على جنب. وهاجي هنا هنزل بعصير الطماطم بتاعتي، كوبايه ونص طماطم. تمام، عصير طماطم. نزلت بيهم على نار هاديه، اسيبها تتسبك براحتها. اول ما الصلصه معايا السمنه بتاعتها تطلع على الوش، معناها انها اتسبكت. هبتدي انزل بكبشتين شوربة على الصلصة بتاعتي، وهسيبهم بالظبط 5 دقايق وهطفي النار. ليه؟ الشوربة بتطعم الصلصة جدا. اللحمة بعد ما استوت معايا حيقتها بالملح طبعا، وابتديت في معلقة زبدة صغيرة بشوية زيت، ونزلت باللحمة بتاعتي. هنبتدي بقى نشوحها تشويح حلو كده تاخد اللون الذهبي ده معايا، وخلاص كده هتبقى جاهزة معايا. تمام. العيش بقى، انا حمصت رغيفين عيش في الميكرويف عشان ما ياخدش وقت كتير على النار. الخطوه دي بتسهل، بدل ما افضل واقفه كتير اقلب في العيش هتلاقيه متحمص يا دوبك هياخد تشويح بسيط وياخد لون احمر شويه كده. هبتدي انزل عليه بالتومه اللي ركناها بالخل، هتديني طعم روعه. تمام. وانا بقلبها هنزل بمعلقه حلوه كده، بكبشه قصدي حلوه، من الصلصه بتاعه الفته بعد ما استوت واتسبكت خالص. كبشه حلوه هنزل بيها على العيش بتاعي، وتشويح تشويح. وهنزل هنا بكبشه شوربه، هقلبهم كويس. ده كله في دقيقة يعتبر، يعني انا بنزل بحاجة ورا حاجة على طول في دقيقة. تمام. قلبتهم كويس. هبتدي الرز بتاعي بعد ما استوى هاخد نص كمية الرز. تمام. هبتدي اقلبها بالعيش بتاعي. طب ليه انا ما بحبش احط رقات الفتة على بعض؟ بحب ان اللي هياكل رز العيش يبقى متجانس مع الرز. حابين تحطوا الرز العيش الاول لوحده وعليه الرز براحتكم. انا بحب اخد نص كمية الرز وبنزل بيها على العيش بتاعي واقلبهم كويس. وهبتدي انزل بالنص التاني من الرز، وهنساوي الفتة بتاعتي كويس. تمام. انا بحس حركة ان احنا نقلب الرز مع العيش ده عشان ما احسش ان انا باكل طبقات كده عيش برز. فتمام، هي كلها اذواق، فزي ما انتوا حابين. خلصت طبقة الرز، ابتديت انزل بالصلصة بتاعتي على الوش. عايزة اقول لكم الصلصة كانت طعمها في منتهى الجمال، روعة روعة روعة. بجد جربوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم. ولو حابين تقلوا كمية الخل او تزودوا نسبة الفلفل الاسود زي ما انتوا عايزين، بس انا كنت مبهرة كل حاجة. تمام. فحسيت ان كله كده متجانس عشان ما يبقاش الطعم اوفر. تمام. يعني توابلي كده كلها مظبوطة، الرز واخد فلفل اسود، الشوربة، الرز، الصلصة. فانا كانت بالنسبة لي تمام جدا. عايزاكم تجربوا طريقتي وان شاء الله هتعملوا فتة في منتهى الجمال. يلا ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وهستنى رأيكم في الكومنتات ان شاء الله.